اهلا بيكم حبايبي. النهارده هعيش معاكم تجربتي للفسيخ لاول مره في حياتي. هدوق الفسيخ، انا ما بحبهوش او مش ما بحبوش، عمري ما جبته، يعني ما نفسي ما بتروحش ليه. انا بحب الرنجه السردين الكلام ده. جت حماتي قالت لي انا هخلي الفسيخ، قلت لها لا انا ما بحبوش، لو ايه هتخللي اعملي لي سردين. راحت قالت لي لا انا جربي هطلع لك فسيخايه وهتندمي ان انت ما عملتيش معايا. طلعت معايا الفسيخايه دي، انا الاول مره بنضفه والاول مره بعرف اصلا هو بيتفتح منين اساسا يعني. جبت الفسيخايه زي ما انت شايفه كده وبدات اعمل القشور بتاعتها بالسكينه. ماشي، هنا انا نضفت القشور خالص. ماشي، الفسيخيه انا دلوقتي ماسكاها، انا مش عارفه هي بتتفتح منين، والله ما هتصدقوا انا ما اعرفش الفسيخ بيتفتح منين. لو تعرفوا يعني طريقه صح قولوا لي في الكومنتات، وقولوا لي كمان بتعملوه ازاي، يعني بتضيفوا عليه ايه عشان يبقى حلو. انا عماله اجيب الفسيخايه شمال يمين، بصوا ما مش عارفه بتتفتح من، حتى انا مش مسرعه المقطع. بص لحد ما اتهديت بقى ان انا ايه اعملها من بطنها، بس انا برضو ما اعرفش هي كده برضو صح ولا غلط. قلت ما فيهاش مشكله، انا هفتحها وزي ما تطلع معايا وهدوق وهقول لكم رايي. لاول مره والله ان انا ادوق الفسيخ ده. كنت بشوف ام مكه، فسيخ ام مكه اشوفه وهي بتاكل نفسي تروح عليه، بس ما بروحش اجيب. بص الفسيخيه من النص، انا ما اعرفش بقى السمار ده عادي ولا بايظ ولا ايه، يعني هو بطن السمكيه كده بس بصوا وردي، لونه فاتح بامبي جميل، متهيألي هو كده جميل يعني زي ما بشوف ام مكه بتفتحه. ده عمايل حماتي يا جماعه اهي، ربنا يديها الصحه. بصوا اللحمه زي ما انتوا شايفه كده بامبي، انا مش عارفه اوضح لكم التصوير قوي اهو. بصوا انا كده بطلع اول حته اهي هي بامبي، بس طعم ايه الله اعلم. فهشوف معاكم دلوقتي واقول. دلوقتي انا خلصت كده طلعت حته هاخد هاخدها على حته لقمه دلوقتي، ابعصر على ليمونه زي ام مكه ما قالت اهو. بصوا بدوق هنا، انا ما اقدرش احدد هو طعمه حلو ولا وحش، هو طعمه غريب لان انا اول مره ادوقه، بس هو مش وحش يعني، هو حلو. بس انتوا لو هتيجوا تقيموا الموضوع ده، لا انا افضل رنجايه احلى. يعني هو حلو ومش وحش، في ناس كتير بتعشقه. ماشي، في ناس كتير بتعشقه. بصوا لحمته بامبي اهي، في ناس كتير بتعشقه، انا يعني دقته مش عارفه مش مستلذيه بيه. يعني انا لو قدامي رنجايه كانت تبقى احسن من ده كله. بصوا اللحمه بامبي، هو كده الفسيخ معمول صح صح يا جماعه.